بعد تصفيه وتعب ومرمطه امتدت لشهور ما صفوش في الاخر الا على 8 بس، وال8 دول هم صفوه الصفوه، يعني عباقره على فلاسفه على ناس مخها يوزن بلد. تفتكروا الشركه دي هتمتحنهم في قاعه محاضرات فخمه فيها تكييف ومشروبات؟ لا طبعا يا بطل، دول خدوهم وحبسوهم في اوضه عامله زي الملجأ النووي، حيطان خرسانه ما فيهاش حتى خرم ابره، مفيش شبابيك، وباب حديد كده ما بيفتحش غير برقم سري، وفي حارس امن واقف على الباب جثه وعضلات لابس بدله ميري وماسك رشاش شكله كفيل ينهي مستقبلك ومستقبل عيلتك قبل ما تبدا تكتب كلمه واحده. وال8 دول داخلين متوترين، كل واحد يبص للتاني بنظره انا هاكلك صاحي. كل واحد فيهم قاعد على مكتب عليه ورقه بيضه مقلوبه وقلم رصاص مبري على الشعره، والقاعه هاديه لدرجه انك لو رميت دبوس هتسمع رنته، وكلهم مستنيين المعجزه اللي هتحصل. وهوب الباب الحديد بيفتح وبيدخل رئيس المراقبين، راجل كده لابس بدله كحلي وشه خشب كانه واكل بصل على الصبح وما بيضحكش. الراجل ده وقف بكل برود وبص لهم وقال لهم بصوا بقى يا دكاتره، قدامكم 80 دقيقه بالتمام والكمال، الامتحان فيه سؤال واحد والاجابه واحده بس عندنا 3 شروط، لو خالفتوا شرط واحد منهم هتطردوا بره بفضايح والوظيفه تضيع منكم للابد. تعالوا بقى نسمع الشروط العجيبه دي يا معلم. الشرط الاول ممنوع تكلموني انا او الحارس باي شكل من الاشكال. الشرط الثاني ممنوع تبوظوا ورقتكم باي طريقه سواء بقصد او من غير قصد، يعني لو اتدلع عليها شاي بلبن باي باي كمبوره. الشرط الثالث ممنوع تخرجوا من الاوضه دي باي سبب من الاسباب، حتى لو مزنوقين وعايزين تروحوا الحمام. استحملوا بقى عشان مفيش تفاهم. الراجل بيخلص كلمتين السلم بتوعه من هنا ويروح باصص لساعته وهو يروح سايبهم وخارج وقافل الباب الحديد وراه. وفي نفس اللحظه الساعه الديجيتال الكبيره اللي متعلقه فوق الباب تبدا تعد تنازلي 80 79 78، والتوتر يبدا ياكل في قلوب الناس الطيبه دي، وال8 يبصوا لبعض بلهفه وكل واحد فيهم بيمسك ورقه ويقلبها بسرعه علشان يشوف السؤال العبقري اللي مستنيهم. وتيجي الصدمه يا معلم، الورقه بيضه زي القشطه، مفيش ولا حرف ولا كلمه ولا حتى نقطه مكتوبه. اللي هو بتهزروا معانا صح؟ فين السؤال يا جماعه؟ هو احنا في الكاميرا الخفيه؟ وهوب طار اول غلبان. هنا بقى بنشوف اول نموذج للغباء المتسرع اللي ملوش حل. في واحد من ال8 لابس نظاره طبيه وشكله غلبان خالص، ما بيتكلمش من اول ما دخل وساكت تماما، وسموه بعد كده عم صميده. الواد ده واقف مبلم كأن سلك الزندربيق مزقر عنده يا فنان، ومش مجمع اي حاجه من اللي بتحصل حواليه، وبص للورقه البيضاء كانه لقى كنز، وراح ماسك القلم رصاص وكاتب على طول بنيه صافيه انا اعتقد انني استحق هذه الوظيفه لانني، وساب القلم. وهوب قبل ما يكمل الجمله الحارس الجثه هجم عليه مسكه من قفاه وسحب ورقته وخرجه بره الاوضه خالص لانه بوظ ورقته وكتب عليها شغبيط من غير ما يعرف السؤال. مع السلامه يا فنان وباي باي كمبوره. طرت في اول دقيقه والناس لسه بتقول يا هادي. الباقيين طبعا شافوا المنظر وجالهم شلل اطفال مؤقت، كل واحد ساب القلم من ايده كانه جمره نار وقعدوا يترعشوا، وبقوا 7 بس في الاوضه. اللحوسه السريه وتطاير الجبهات. استنى التقيل جاي ورا. البنت الصينيه اللي قاعده في الاخر مسمينها فرنش شافت الواد وهو بيطرد، قامت اترعبت وبقت بتترعش، قالت في نفسها لا يا بت احنا لازم نشغل الدماغ الامبراطوريه. البنت دي افتكرت انها المفتش كرومبو وقالت اكيد السؤال مكتوب بحبر سري ومحتاج ماده سائله عشان تظهره، وراحت بدات تلحس الورقه بلسانها والله يا معلم، وتجيب من ريقها وتبل في الورقه بصباعها علشان تكشف الحبر السري. وطبعا الورقه خامتها ضعيفه ومع اللحوسه والميه دابت واتقطعت في ايديها حتت. وهوب الحارس كرر نفس الحركه وخدها من ايديها ورماها بره الاوضه. مع السلامه يا فنانه، لحست الورقه وطلعت بره اللعبه تدور على ريقك بره. الباقيين ماتوا من الرعب وبقوا 6 بس، والوقت عمال يجري والساعه ما بتجاملش حد. وهنا بقى يا فنان بيدخل بطلنا الشرير الذكي الواد الابيض. الواد ده لابس بدله شيك ومسرح شعره بالجل كانه رايح فرح، بس من جواه ندل وشرير. الواد ده فكر بذكاء وقال لهم يا جماعه ركزوا معايا كده الله يرضى عليكم. المراقب قال ممنوع تكلموني انا او تكلموا الحارس، بس ما قالش ممنوع تكلموا بعض، يعني احنا لو اتكلمنا واتناقشنا مع بعض عادي جدا ومش هنخاف من القوانين. الله ينور عليك يا ابو لسان دافي، تصدق صح؟ وبما انهم ما يعرفوش اسامي بعض وممنوع يقولوا اساميهم الحقيقيه علشان السريه، فالواد الابيض قال لهم انا هسمي كل واحد فينا باسم لونه او شكله علشان نسهل الكلام على بعض. تعالوا نتعرف على الشله الجديده يا معلم. هو سمى نفسه الواد الابيض، والراجل ابو عضلات سماه الراجل الاسمر، والبنت البيضه سماها البنت الذكيه، والبنت الهاديه دي سماها البنت السمراء، والبنت التانيه القمحويه سماها العنيده، والواد الهادي اللي شكله غلبان سماه البني. وبداوا ال6 يتناقشوا السؤال فين؟ اكيد مكتوب بالحبر السري مش بيتشاف بالعين المجرده. طب الحبر السري ده بيظهر ازاي يا عباقره؟ محتاج حراره او ضوء معين او تفاعل كيميائي. هنا بقى بدات مرحله العلماء المجانين. الواد بلاك قال لهم مفيش غير اننا نفك اللمبات اللي في السقف ونشوف الاضاءه دي بتعمل ايه في الورق. قعدوا يتنططوا على المكاتب ويفكوا اللمبات كانهم كهربائيه شغالين باليوميه. فكوا لمبه الاشعه اللي فوق بنفسجيه وحطوا الورقه تحتها، مفيش نقطه واحده ظهرت. الورقه بيضه قشطه. وبعدها جربوا لمبه الاشعه تحت الحمراء برضو مفيش فايده. الورقه مصممه تفضل بيضه وتعكنن عليهم. بص بقى يا معلم الحركه دي علشان مهمه جدا. والبنت العنيده قالت لك استنوا في نوع حبر سري بيظهر بالنار والحراره، وقامت مخرجه ولاعه من جيبها. استنى يا معلم هو مسموح بالولاعات في قاعات الامتحانات؟ عادي يا معلم. شكل الامن بره كان نايم في العسل او باصص في تليفونه. المهم البنت قربت الولاعه من الورقه علشان تسخنها، بس هوب
وهوب النار لقطت طرف الورقه وجت حرقتها وتطرد البنت بره. البنت لولا ساتر ربنا والباقيين جريوا عليها وطفوا النار بايديهم كانت هتطرد هي كمان، بس لحقوا الورقه وطفوها بسرعه بعد ما اطرافها اسودت. هنا بقى التوتر وصل لليفل الوحش. الواد البني كان واقف بعيد ومرعوب وبص لوراته وبص لزميله وهو حاسس ان مخه واقف تماما ومش قادر يستوعب اللي حصل، اللي هو فعلا سلك الزندرباء عنده مزنقر ومهنج على الاخر ومش مجمع جمله مفيده واحده. وفي وسط اللخبطه دي الواد الابيض لقى الليله مش جايبه همها والوقت بيضيع والوظيفه بتطير من ايديهم، فقرر يشغل دماغ الشياطين ويزحلق المنافسين واحد ورا التاني علشان يفضي الساحه لنفسه. بص على البنت السمراء لقاها مرعوبه وبتترعش ودموعها في عينيها، راح لغايه عندها بكل خباثه سرق ورقتها من قدامها. البنت اتجننت وقالت له رجع الورقه يا حرامي. طلع من جيبه ولاعه وقربها من ورقتها وقال لها ببرود لو ما قمتيش وخرجت من الامتحان حالا هحرق ورقتك وطيارك. البنت من كتر الرعب والخوف فقدت اعصابها تماما ونسيت الشروط والقوانين، راحت صرخت في وش الحارس اللي واقف على الباب وقالت له احميني منه، ساعدني، ده عايز يحرق ورقتي. وهوب الحارس مسك البنت من كتفها ومخرجها بره الاوضه. ليه يا معلم؟ لانها خلفت الشرط الاول وكلمت الحارس. يا عيني عليكي، وقعت في الفخ زي المغفله بسبب غباء تكتيكي. والواد الابيض بيضحك ضحكه شريره كانه الشرير بتاع افلام الكرتون اللي مستني اللحظه دي من الصبح. وبقوا 5 بس اللي هيحصل بعد كده محدش هيتوقعه. استنى التقيل جاي. في وسط المعمعه والخناقه دي بداوا يتكلموا على الشركه دي والسر اللي مخبياه، واكتشفنا تفاصيل مرعبه عن العالم الخارجي البائس. الفيروس اللي بره اسمه تيتراي، وده فيروس بيصيب الجهاز العصبي ويخلي المريض يجيله تشنجات ويموت ببطء ووجع لا يحتمل. الشركه دي هي المسيطره على العالم علشان هي الوحيده اللي بتنتج حبوب العلاج اللي بيوقف المرض ده. يعني يا معلم اللي هيشتغل الوظيفه دي مش بس هيقبض ملايين وهيضمن مستقبله، لا ده كمان هيضمن انه يعيش هو وعيلته وما يموتوش بالفيروس، لان الموظفين بياخدوا العلاج ببلاش وبشكل دوري. يعني اللعب هنا بقى على المكشوف والصراع بقى صراع حياه او موت حقيقي. وفجاه وبدون اي مقدمات الواد الابيض بدا يتشنج، عينه قلبت لورا وبدا يترعش على الارض كانه ملبوس. اتاريه يا معلم هو كمان مصاب بالفيروس اللعين ده ومخبي المرض على الشركه، وكان شايل في جيبه كبسوله من العلاج السري، بس مع التشنج وقعت منه ومش قادر يوصل لها. قاعد يصوت ويزحف على الارض ويقول لهم بصوت واطي الحقوني، العلاج، الكبسوله في الارض، هموت. الواد الاسمر بطلنا الشهم لقى الكبسوله في الارض تحت المكتب، بس وقف وبص للواد الابيض وقال في نفسه استنى كده يا معلم، الواد الند ده شرير وعايز يطردنا كلنا علشان ياخد الوظيفه، لو سبته يموت او يطرد هنرتاح من قرفه وتفكيره الوسخ. البنت العنيده قالت له حرام عليك، احنا مش قتالين قتله، اديله الكبسوله ينقذ نفسه، الانسانيه قبل الوظيفه يا زميلي. والاسمر قعد يماطل علشان ياخد منه اي معلومات. قال له هديلك الكبسوله بس بشرط تقول لي ايه اللي تعرفه عن الامتحان ده والسؤال فين. الواد الابيض وهو بيطلع في الروح وبيموت حرفيا قال له ما اعرفش حاجه والله، الحقني بموت. الواد الاسمر صعب عليه الواد الشرير واداله الكبسوله في بقه، والواد الابيض بلعها وهو دقيقتين ورجعت له الروح وفاق وبقى زي الحصان. بس تفتكروا ان هو يشكر الواد الاسمر انه انقذ حياته ورجعه من الموت؟ لا طبعا، ده ندل وما بيتمرش فيه العيش والملح. الواد الابيض اول ما وقف على رجله وبقى تمام بص لبلاك بنظره غدر خبيثه، وفي لحظه وبسرعه راح وايت هجم على حارس الامن اللي واقف على الباب. استنى هجم على الحارس الجثه اللي معاه الرشاش، بس مش علشان يضربه، ده غفله وسرق منه مسدس الشخص بتاعه من الجراب وسحب الاجزاء. الحارس وقف مكانه زي الصنم وما قربش منه. طب ليه الحارس ما ضربوش بالنار او تدخل؟ لان الحارس عنده تعليمات صارمه جدا ما يتدخلش في الامتحان الا لو واحد خالف الشروط الثلاثه اللي المراقب قالها. وايت لغايه دلوقتي ما خالفش الشروط بشكل مباشر يخليه يطرد، ما كلمش الحارس ولا بوظ ورقته ولا خرج بره الاوضه، وطالما معاه السلاح ومهدد الكل فالحارس هيفضل واقف يتفرج كانه بيتفرج على فيلم سينما. وايت وجه المسدس على الباقيين وهو بيضحك ضحكه هستيريه وقال لهم بصوا بقى يا حلوين، اللعب بقى على المكشوف والمسرحيه دي لازم تنتهي، الامتحان ده بتاعي والوظيفه دي مكتوبه باسمي، واي واحد فيكم هيفكر يتدخل او يفتكس هفرغ المسدس ده في دماغه. ارموا ورقتكم على الارض ووروني عرض كتافكم. وبعدها وايت قرر يصفي الحسابات ويطرد المنافسين بطريقه ذكيه تخليهم هم اللي يخالفوا الشروط بنفسهم. بص للواد البني وقال له انت شكلك مش عاجبني من الصبح وحاسس انك مخبي حاجه، امسك ورقتك وقطعها حتت حالا. براون قال له بعناد مش هقطعها يا وايت ومش هتقدر تقتلني. وايت راح موجه المسدس لعين براون وقال له ببرود مرعب هعد لغايه 3، لو ما قطعتهاش هطير دماغك وكده كده هتطرد. براون طبعا خاف على عمره والروح غاليه يا معلم ومفيش وظيفه تستاهل الموت، راح ماسك ورقته ومقطعها حتت صغيره ورماها في الارض. وهوب الحارس جه خده من ايده ومشاه بره الاوضه لانه بوظ ورقته وخالف الشرط التاني. وبعد كده وايت بص للبنت العنيده وقال لها وانت يا قطه اتفضلي بره الاوضه من غير كلام. البنت قالت له بعصبيه مش خارجه والوظيفه دي من حق. وايت وجه المسدس ليها وضغط على الزناده علشان يرعبها. الطلقه ما جاتش فيها بس البنت اترعبت وجريت بره الباب الحديد المفتوح، وطالما خرجت بره الاوضه يبقى خلفت الشرط الثالث وطارت هي كمان من الامتحان، وما تبقاش في الاوضه الا غير 3 بس. وايت الشرير اللي ماسك المسدس ومسيطر، وبلاك البطل الجيم المصاب بالفيروس، والبنت الذكيه اللي بتفكر
وبيفكر في مخرج. وايت بص لبلاك وقال له وانت بقى يا بطل الابطال يلي انقذت حياتي واديتني الكبسوله، تفتكر هسيبك تعيش وتاخد الوظيفه مني؟ انا هخلص عليك علشان اضمن الوظيفه بنسبه 100%. بلاك قال له بثقه انت ما تقدرش تقتلني يا وايت، المسدس ده اكيد ما فيهوش رصاص حقيقي. الحارس واقف وما بيتدخلش علشان عارف ان السلاح لعبه. وايت ضحك ضحكه عاليه كده وقال له تفتكر كده؟ وراح ضاغط على الزنات وهوب طلقه حقيقيه وصوت انفجار كتم الانفاس خرجت من المسدس ودخلت في صدر بلاك. بلاك وقع في الارض غرقان في دمه والبنت صرخت باعلى صوت من الرعب واستخبت ورا العمود وهي بتترعش. وايت عمال يدور عليها بالمسدس وبيقول لها اطلعي مفيش فايده، نهايتك قربت والوقت خلاص بيخلص والوظيفه هتبقى بتاعتي. في اللحظه دي وايت بص على الساعه الديجيتال الكبيره اللي على الحيطه لقاها بتعدي الثواني الاخيره من ال 80 دقيقه. 3 2 1 والوقت خلص تماما. وبعدها وايت حس بنشوه النصر العظيم، رمى المسدس على الارض وهو بيضحك زي المجانين وبيتنطط، وراح باصص على الكاميرا بتاعت المراقبه وبص للحارس وقال بصوت عالي كانه كسب كاس العالم انا كسبت، انا الوحيد اللي لسه صاحي وعايش وورقتي سليمه وما خرجتش بره الاوضه. كلموا رئيس الشركه قولوا له يجي يديني عقدي والوظيفه بتاعتي. لكن هوب فجاه يدخل الحارس بكل برود ويمسكه من كتافه ويقول له اتفضل معانا بره يا فنان. وايت اتصدم وقال له بره فين يا ابني انت؟ انا كسبت، الوقت خلص وكله اتطرد او مات. الحارس قال له لا يا حبيبي. طب ليه اتطرد يا معلم؟ استنى بقى عشان الحته دي فيها تويست هيغسل شرايين مخك. الواد وايت الذكي بزياده وهو بيعمل المعركه دي كلها كان استخدم بصمه صباع الحارس وجسمه علشان يسرع الساعه الديجيتال اللي على الحيطه ويخليها تجري بسرعه، ده علشان يضغط على اعصاب الباقيين ويخليهم يستسلموا ويطردوا بسرعه. يعني الوقت الحقيقي للامتحان لسه ما خلصش اصلا وفاضل فيه دقيقه كامله. وايت لما صرخ وكلم المراقب وقال انا كسبت وبص في الكاميرا كلم المراقب قبل ما الوقت الاصلي يخلص، وطالما وجه كلامه للمراقب قبل نهايه الامتحان يبقى خالف الشرط الاول وطار يا معلم. طلع بره اللعبه وهو قفايه عنبر عيش. والبنت اللي كانت مستخبيه سمعت الحارس وهو بيجر وايت بره الاوضه وفهمت اللعبه كلها، خرجت من ورا العمود وبصت في الساعه الحقيقيه لقت لسه فاضل دقيقه واحده بالتمام والكمال. البنت قعدت تبص حواليها بيأس واحباط، الاوضه متبهدله، دم بلاك في كل حته، ووايت اتطرد وبلاك سايط على الارض بيموت وهي لوحدها ومعاها ورقه بيضه زي الفل. فين السؤال يا رب؟ هسقط في اخر دقيقه. وفجاه عينها جت على نضاره عم سميده، فاكرينه اللي مات في اول الفيلم اللي اتطرد في اول دقيقتين وساب نضارته على المكتب. جريت وخدت النضاره وفكت العدسه المكبره بتاعتها بسرعه وراحت جابت ورقه الامتحان البيضه وسلطت كشاف صغير كان في جيبها على الورقه وبدات تبص بالعدسه المكبره دي بتركيز شديد. وهوب شافت حاجه ما كانتش بتظهر ابدا بالعين المجرده، لقت مكتوب بخط ميكروسكوبي دقيق جدا لا يرى بالعين العاديه جنب كلمه السؤال الاول جمله السؤال الاول هل لديكم اي اسئله. وهي بقى شغلت دماغها فلاش باك سريع وافتكرت اللحظه الاولى خالص لما رئيس المراقبين دخل عليهم الاوضه وقبل ما يخرج وقفل الباب قال لهم بالنص هل لديكم اي اسئله. يعني السؤال ما كانش مكتوب على الورقه من الاساس، السؤال هو المراقب قاله بلسانه في اول دقيقه والكل نسيه من كتر التوتر. وبما انهم ممنوع يكلموا المراقب فالاجابه البديهه والمثاليه للسؤال ده هي كلمه واحده بس ومفيش غيرها لا. والبنت وقفت بكل ثقه وفخر وبصمت في الكاميرا وبكل هدوء وقالت بصوت قوي ومسموع لا. وفي الثانيه الاخيره من الوقت الاصلي الباب الحديدي اتفتح بالكامل ودخل رئيس المراقبين ومعاه مين؟ عم سميده اللي اتطرد في اول دقيقتين. بس اتاريه معلم ما طلعش اصم ولا غبي ولا حاجه، ده طلع هو نفس المخترع العبقري والمدير التنفيذي للشركه وصاحب الليله دي كلها، وكان قاعد معاهم في الامتحان بيمثل دور الغبي علشان يراقب تصرفاتهم وردود افعالهم على الطبيعه من غير اقنعه ولا تجميل. المدير بص لها وابتسم وقال لها مبروك يا فنانه، انت الوحيده اللي نجيتي من الامتحان ده وجاوبت صح. احنا ما كانش هدفنا اننا نلاقي شخص ذكي وبس، احنا كنا بندور على شخص ذكي وفي نفس الوقت بيلاحظ التفاصيل الدقيقه وعنده انسانيه ومش بيستسلم للضغوط والغرور زي وايت، وانت اثبتت انك تستحق الوظيفه دي بجداره وتنقذ البشريه من الفيروس. البنت وافقت على الوظيفه فورا بس اشترطت عليهم انهم ينقذوا حياه الواد بلاك اللي مضروب بالنار بالدواء السريع بتاعهم، وفعلا جابوا الدكاتره وساعدوه وعاشوا في تبات ونبات وخدت الوظيفه اللي بالملايين. بص بقى يا فنان، تفتكر لو انت مكان البطله ولقيت نفسك في الموقف ده كنت هتاخد بالك من تفصيله النضاره دي ولا كنت هتقعد تعيط وتطرد من اول هبه ريح؟ اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات واعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات وما تنسوش تشغلوا سلك الزندربق بتاعكم علشان اللي جاي ليفل الوحش. سلام يا صاحبي.